ما في زواج من غير رخصة زواج، زي ما في قيادة من غير رخصة قيادة. مرت علي حالة برضو في العيادة للأسف الشديد وكذا، يعني واحدة من رواد عيادتي وكانت بنتها تزوجت وكذا من 3 شهور، فبسألها عنها وأقول لها ها إيش الأخبار، كيف عروستنا وكذا يعني. قالت لي والله للأسف الدكتور حسن فصلوا الاثنين. ليش؟ قلت لها. قالت لي والله الدكتور حسن هو سبب ما هو مقنع وأنا يمكن منزعجة، وقلت لها الكلام هذا، ولكن للأسف الشديد. تخيل يا دكتور حسن تقول إنه سبب الانفصال إنه هو ما بيدلعك وما هو منتبه له وكذا. هل كلمة ما بيدلعني زوجي بالكمية الكافية سبب للانفصال؟ هذا معناها مفهوم الزواج ما هو موجود، مع احترامي، يعني كانت فاهمة الزواج بصورة ثانية. من هنا حننطلق في الحديث عن موضوع الزواج ورخصة الزواج. نيجي للإحصائيات. أنا للأمانة يعني ذكرت لكم إحصائيات يمكن من حلقة ما هي بعيدة كثير وكذا، إحصائيات الطلاق في المملكة، وكانت الإحصائيات ما في شك أنها مرتفعة جدا ومحزنة جدا، إنه من العدد الكبير اللي هو يمثل مثلا حوالي 80% من حالات الزواج بتنتهي يا إما بطلاق أو خلع. هذه الاثنين وكذا تمثل أرقام مرة عالية جدا. لو نظرنا إلى بلد زي ماليزيا في سنة 1992 كانت نسب الطلاق ارتفعت عندهم إلى 32%. طوارئ صارت كارثة في الطلاق وكده، يعني كان مهاتير محمد رئيس الوزراء سوى يعني ثورة ضد الطلاق كده بالعنوان هذا، ثورة ضد الطلاق، وحط فيها موضوع رخصة الزواج. يعني إيش رخصة الزواج؟ يعني ما في واحدة ولا واحد يروح يتزوج إما يجيب لي شهادة رسمية إنه هو أخذ دورة الزواج ومفهوم الزواج وكده، ما يعقد هناك، لابد. هذا من 1992 كانت نسبة الطلاق عندهم كم؟ 32%. الآن في ماليزيا نسبة الطلاق أقل من 7%. شوف الفرق الشاسع. معناها رخصة الزواج دي هزت المجتمع عندهم هزة كبيرة جدا. رخصة الزواج هي عبارة عن برنامج متكامل يأخذ فيه دورة الشاب والشابة قبل الإقدام على الزواج، ولا توافق الحكومة على عقد إلا بهذه الرخصة. 2 عملوا حملات تشجيع للشباب على الزواج، إنهم هم حيدوهم مساعدات مالية وحوافز مالية شهرية مع المساعدة في تمليك أيضا بيت منزل. هذا شجع الشباب على، لأنه أنا أقول لكم ليش سووا الكلام هذا كله، لأنه ترى نسب العلاقات لا مؤاخذة العلاقات الغير شرعية والإجهاض الجنائي ارتفع بصورة كبيرة جدا في ماليزيا، وهذا أزعج المجتمع المسلم في ماليزيا. إنه كيف يصير حاجة زي كده؟ لأنه الزواج كان في مشكلة والمفهوم كان في مشكلة، وزادت موضوع عدد حالات الطلاق، فبالتالي كان لابد إن هم يعملوا حاجة زي ما قلنا رخصة الزواج مع حملات لتشجيع الزواج. 3 طبقوا تدريس الثقافة الجنسية في الإسلام في مناهجهم الدراسية. يا سلام، ليش؟ وهذا اللي احنا تكلمنا عليه، تكلمت في السابق وأنا حجيب حلقة ثانية برضو، الفرق بين التربية الجنسية والثقافة الجنسية وكيف يمكن تطبيقها في بعض الدول وكذا، يعني بس بصورة دقيقة جدا، بصورة مدروسة جدا عشان لا تتفهم غلط في الموضوع هذا. دور الإعلام برضو تركوا للإعلام دور كبير جدا لتثقيف وتوعية شبابهم وشاباتهم لمفهوم يعني إيش زواج. وهذه برضه مهمة جدا، صارت شوف كذا جهة بتعمل على إقلال من مشكلة الطلاق في المجتمعات عندهم. من أهم بنود التجربة الماليزية للحد من حالات الطلاق إنهم هم عملوا ترتيبات معينة في المجتمع لكي يتجنبوا الإخفاق فيه، بمعنى هذا الكلام قاعدوا في سنين يدرسوه قبل ما يطبقوه على أرض الواقع. 2 ادوهم إجازة شهر كامل من عملهم سواء شباب ولا شابات، ياخذوا دورة ليتعلموا كيفية التعامل مع شريك العمر كيف، وهذا حلو شهر مو يعني ساعات معينة. الآن وللأسف الشديد في غفلة من الزمن، وجدنا أنفسنا في مناخ آخر لم نتعود عليه في الماضي، وتغيرات اجتماعية حادة جدا من الطرفين للأسف الشديد لم نألفها أيضا في الماضي. وبعد أن كان خيار الطلاق نهاية حتمية وصعب أخذ القرار فيه، أصبح قرار الطلاق الآن الأقرب والأسهل لدى جميع الأطراف سواء المرأة أو الرجل. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينور البصائر، وأن يعني تجتهد جميع الأطراف في الإقلال من كارثة الطلاق في المجتمعات العربية والإسلامية بإذن الله تعالى. أراكم في تلوثية الأسبوع القادم وأنتم بألف خير وعافية.